علي رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه أبوه يموت على الكفر، فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن الشيخ الهالك قد هلك، إن الشيخ الهالك قد هلك، إن الشيخ الهالك قد هلك. يتكلم عن أبيه لأنه ما استطاع أن يتخذ القرار الشجاع ويدخل في الدين. لم يطلب منكم غير كلمة واحدة. لو طلب 10 كلمات غيرها أعطيناه، أما كلمة الإله الواحد هذه فلا. أتخشون أن تسمعوا إليه؟ إن الشيخ الهالك قد هلك، 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 إن الشيخ الهالك قد هلك. أيها الأحبة الكرام، هذا التعامل الرائع من إبراهيم عليه السلام، ويتعامل مع أبيه الكافر الذي اجتمع فيه أنواع من الكفر، ومع ذلك إبراهيم عليه السلام يتعامل هذا التعامل الرائع، هو المثل الذي نريده أن يقع اليوم. يا رسول الله إن الشيخ الهالك قد هلك.